السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. لو عندك صدور فراخ او بانيه ومحتارة تعملي اكل ايه او عايزة تعملي اكلة جديدة وسهلة وسريعة، هوريك النهاردة وصفة تحفة جدا: صدور الفراخ او البانيه بصوص دبس الرمان والزبادي. الوصفة دي مش هتاخد منك اي وقت خالص ولا مجهود حتى في تحضيرها. يلا نشوف المكونات والمقادير. معايا نص كيلو بانيه، وممكن يبقى صدور فراخ عادي، ولو صدور فراخ يفضل ان انتي تبقي عامله فيها فتحات علشان تتشرب من التتبيله كويس. ومعايا دبس رمان ومعلقتين كبار من الصلصه وعلبه زبادي وتوابل: ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، بصل بودر، وممكن تحطي او تضيفي اي توابل تانية حسب رغبتك. يلا نشوف الطريقه بتاعت وصفتنا. واول حاجه هعملها هتبل البانيه. هجيب طبق واحط فيه الزبادي وهحط الصلصة وبعدين هحط دبس الرمان زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. دبس الرمان ده بيديها طعم تحفة جدا. وبعدين هحط التوابل وهقلبهم كويس مع بعض. لازم اخلطهم كويس. هفضل اقلب فيهم كويس لغاية ما احس ان كلهم امتزجوا مع بعض وخدوا من طعم بعض. التتبيلة دي بجد جميلة جدا وممكن تعمليها لفراخ مشوية عادي، هتبقى طعمها تحفة بجد بجد. الوصفة دي سهلة وسريعة وطعمها لذيذ جدا، وممكن تقدميها مع مكرونة او رز ابيض او رز بسمتي. شايفين قوام التتبيلة جميل جدا، شكلها اصلا تحفة وحتى اللون بتاعها جميل. ودلوقتي التتبيلة بقت جاهزة معايا واقدر احط فيها البانيه او صدور الفراخ. ودلوقتي هنزل بالبانيه وهقلبه كويس في التتبيلة. لازم اقلبه كويس علشان يتشرب من التتبيلة. وهسيبه من 2 ل4 ساعات. ولو صدور فراخ يفضل ان هي تكون 6 ساعات، لان هي بتاخد وقت عن البانيه. ولو انت مستعجلة عادي جدا ينفع ان انت تحطي البانيه او صدور الفراخ في التتبيلة دي، وخلال 10 دقايق او نص ساعة ممكن تقدري تستخدميها عادي جدا، هيبقى طعمها حلو. وده شكلهم بعد ما تبلتهم كويس. هسيبهم لغاية ما اعمل الرز الابيض وبعدين هرجع اعملها على طول معاكم. يلا نشوف الرز بيتعمل ازاي. ودلوقتي هعمل الرز الابيض. هجيب حلة واحط فيها زيت، ولما يسخن هبدأ انزل بالرز واقلبه كويس. هفضل اقلب فيه لغاية ما يتشوح خالص وتحسيه ان هو بقى ناشف معاكي شوية، لان كل ما بتشوحيه كويس كل ما يبقى مفلفل معاكي وحلو ومش بيتعجن. وده شكل الرز بعد ما تشوح معايا كويس. تحس ان هو بقى ناشف معايا وانا بقلبه. هو كده اتشوح كويس وبقى جاهز ان انا اسقيه بالمية دلوقتي. بعدين هسقيه بمية مغلية علشان يستوي بسرعة. وبعدين هحط الملح وهقلبه وبعدين هغطيه. وده بعد ما تشرب شكله بقى عامل ازاي. هقلبه وبعدين هغطيه تاني واسيبه على نار هادية
وده شكل الرز بعد ما استوى، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله جميل ومفلفل. بعد ما خلصت الرز الابيض دلوقتي هعمل البانيه معاكم. بجيب طاسة واحط فيها زيت او سمنة زي ما تحبي، ولما يسخن كويس ابدأ انزل بالبانيه واديله صدمة زي ما انتوا شايفين. وهنزل بباقي الكمية لغاية ما املى الطاسة. الوصفة دي جميلة جدا وسهلة، مش بتاخد اي وقت خالص، وسريعة جدا في العمايل بتاعتها. تقدري تحضريها في 5 دقايق بس. ولما لونها يبدأ يبيض معايا هقلبها على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هقلبها على الناحية التانية لانها خدت اللون الابيض، وهكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. ولما اخلص الكمية كلها هبدأ انزل باقي التتبيلة اللي موجودة معايا في الطبق عليهم علشان الصوص بتاعها يبقى تقيل وجميل، واسيبها على نار هادية واغطيها. وده شكل البانيه بعد ما استوى، ما شاء الله جميل جدا. شكله عامل ازاي والصوص بتاعه تقيل وحلو. وكده وصفتنا النهاردة بقت جاهزة ان نقدمها زي ما انتوا شايفين كده. شكلها جميل جدا، وممكن برضو لو عندك عزومة او عندك اي ضيوف، وسهلة مش هتاخد وقت خالص منك. ممكن تقدميها مع رز بسمتي او مكرونة. وكده وصفتنا النهاردة خلصت. يا رب تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.